وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا وزادها شرفا وجمالا وبيانا، أنزل بحروفها الذكرى قرآنا، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم الإنسان وهداه بالقرآن وعلمه البيان، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أفصح الناس لسانًا وأجملهم بيانا، وهبه ربه جوامع الكلم ففاق الناس فضلا وجمالا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فهم في اللغة والبيان فرسانا، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمانا. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وكما ذكرنا، هذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق، لأنها البحر كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم. واليوم نتناول مكانة اللغة العربية في العصر الأموي. والعصور الإسلامية هي بدأت من العصر النبوي، ثم عصور الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والعصر الثالث هو عصر بني أمية. العصر الأموي هو ثالث العصور الإسلامية بالترتيب، إذ بدأ العصر الأموي سنة 41 الموافق سنة 662، وينتهي عام 132 هجرية. وقد استمر هذا العصر من خلافة سيدنا عثمان، وقد استمر هذا العصر من خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، الذي أسس الدولة الأموية، حتى مروان بن محمد آخر خلفاء الراشدين، آخر خلفاء بني أمية. وأهم ما يلاحظ في تاريخ اللغة العربية في هذا العصر أنها كانت اللغة الرسمية في هذه الدولة الإسلامية الدولة الأموية، فقد عربت الدواوين، وكذلك اللغة العربية كانت لغة الطبقات الحاكمة في المجتمع، واستخدام الفصحى دليل على الرقي وعلى المكانة الاجتماعية. ثالثاً، العربية المولدة أي التي بها أخطاء كانت لغات الطبقات الدنيا في المجتمع. رابعاً، العربية الفصحى ظلت لغة الشعر الذي تعتز به الطبقات العليا من المجتمع. خامساً، العربية هي لغة الدين ولغة القرآن الكريم ولغة العبادات. وكما كان تعلم اللغة العربية هو أساس العمل في الدواوين، وأقبل كثير من غير العرب على هذه الأعمال بعد تعلمهم للغة العربية وإجادتهم للكتابة. كان سادة البيت الأموي يرسلون أبنائهم إلى البادية لينشؤوا في جو عربي بدوي، وهذا كان عادة العرب، يرسلون أبنائهم إلى البادية منذ العصر الجاهلي حتى هذه العصور الإسلامية، لأن في البادية نقاء وصفاء للغة العربية. وكان سادة البيت الأموي يفزعون أشد الفزع عند ملاحظتهم لبعض الأخطاء اللغوية عند الناشئة من أبنائهم، فقد كانوا يعتزون بالعربية في صورتها البدوية اعتزازهم بأصلهم البدوي. وأقبل كثير من الأعاجم على اللغة العربية لا لمجرد التعبير بها تعبيرا يفي بمطالب الحياة اليومية، بل كي يرتفع في المجتمع.
فهذا الشاعر زياد الأعجم، وهو كما يبدو من اسمه من أصل غير عربي، تعلم العربية لينطلق إلى التأليف في الشعر، وكان ينظم الشعر رغم أن نطقه مشوب بلكنة أو بلكنة أجنبية، حتى إن أحد الولاة أهداه غلاما سليم النطق ليقوم بإلقاء شعره. هكذا كانوا يحافظون على هذه اللغة العربية لأنها شرف الأمة الإسلامية. وحاولت الطبقات غير العربية في المجتمع الإسلامي تعلم اللغة العربية، فالعربية لغة القرآن كما ذكرنا ولغة الصلاة، وقد أدى دخول أكثر سكان المناطق المفتوحة في الإسلام إلى ظهور الرغبة لدى هؤلاء لدراسة القرآن الكريم لفهم أحكام الإسلام وللعمل في ضوئها. كما قلنا إن تعلم وفهم العربية هو الوصول إلى فهم كتاب القرآن والسنة النبوية وأحكام الشريعة، ولذا كان الاشتغال بنص القرآن الكريم ومحاولة فهمه وتقريبه أول مظهر للبحث العلمي في المجتمع الإسلامي. وقد حدث الانتقال إلى العربية شيئا فشيئا، فالتحول اللغوي سواء في لغة الكتابة أم في لغة الحديث لا يحدث في جيل واحد، بل يمتد إلى أكثر من جيل، وتعتمد سرعة الانتقال أو التحول من لغة إلى أخرى على مجموعة من العوامل، منها مدى القرابة بين اللغة القديمة واللغة الوافدة. ففي الشام كانت هنالك اللغات غير العربية ولكنها لصيقة، الآرامية والسريانية، وكانت لها قرابة مع اللغة العربية، ولذلك لم يحتاجوا إلى جهد كبير. ومن المعروف أن الانتقال من لغة سامية إلى لغة سامية أخرى أمر سهل ميسور، ولذا فقد تعربت منطقة الشام والعراق في مرحلة مبكرة نسبيا، فقد كانت اللهجات الآرامية المختلفة الكثيرة عددا والمتقاربة في بنيتها تسود هذه المنطقة، وهذه اللهجات قريبة من العربية في أكثر من جانب. وكان من السهل على المتحدث بالآرامية أن يتعلم العربية، بينما لم يكن الانتقال من القبطية أو البربرية إلى العربية سهلا قريب المنال. ولذا تم تعريب مصر في فترة استمرت أطول الفترات التي عربت فيها سوريا والعراق والجنوب العربي. ظلت العربية في هذا العصر، عصر الأموي، تكتب غير معجمة أي غير منطوقة حتى منتصف القرن الهجري الأول، كما ظلت تكتب غير مشكولة، يعني لم تكن منقوطة هذه الحروف ولم تكن مشكلة إلا في هذا العصر لدخول كثير من الأعاجم في دين الله أفواجا. وفي حين دخل أهل الأمصار في الإسلام واختلط العرب بهم ظهر اللحن، واللحن كما ذكرنا هو الميل إلى الخطأ على الألسنة، وخيف على القرآن أن يتطرق إليه ذلك اللحن، وحينئذ توصل أبو الأسود الدؤلي إلى طريقة لضبط كلمات المصحف، وهو الذي أنشأ ما يسمى بالنحو العربي كما ذكرنا في الحلقات السابقة. فوضع بلون مخالف من المداد نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة، وهذا دلالة على محافظة على هذه اللغة العربية وصيانتها من اللحن والأخطاء. ونقطة تحت للدلالة على الكسرة، ونقطة تحتها للدلالة على الكسرة، ونقطة عن شماله للدلالة على الضمة، ونقطتين فوقه أو تحته أو عن شماله للدلالة على التنوين، وترك الحرف الساكن خاليا من النقط. هكذا كان من
أسباب دخول كثير من الأعاجم في هذا العصر في دين الله أفواجا، حتى لا يختلط الخطأ مع الصواب. فكان هنالك ضبط للكلمات وللحروف الغير المنقطة أو الغير مشكلة، إلا أن هذا الضبط لم يكن يستعمل إلا في المصحف أي القرآن الكريم. وفي القرن الثاني الهجري وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي طريقة أخرى، بل جعل للفتحة ألفا صقيرة فوق الحرف، وللكسرة ياء صقيرة تحت، وللضمة واوا صقيرة، وكان يكرر الحرف الصقير في حالة التنوين. ثم تطورت هذه الطريقة إلى ما هو شائع اليوم. فاصل ونعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأهلا بكم وسهلا. نواصل فيما قدمنا. أما إعجام الحروف فهو التنقيط، يسمى إعجام الحروف. صارت معجمة لأنها لم يكن لها تنقيط أو تشكيل في ذاك الزمن، لقراءة العرب على سليقتهم. فتم في زمن عبد الملك بن مروان، وقام به نصر ابن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر، كما قام بترتيب الحروف هجائيا حسب ما هو شائع اليوم. وخطت العربية خطواتها الأولى نحو العالمية في الثلث الأخير من القرن الأول الهجري، لامتداد الفتوحات الإسلامية حتى وصلت الصين، فكانت لها مكانة في العالم. وحيثما حل المسلمون في مكان في هذا العالم حلت معهم هذه اللغة، وهي لغة القرآن والسنة النبوية الشريفة. وذلك حين أخذت تنتقل مع الإسلام إلى المناطق المحيطة بالجزيرة العربية. وفي تلك الأمصار التي فتحت أصبحت العربية اللغة الرسمية للدولة، وأصبح استخدامها دليلا على الرقي والمكانة الاجتماعية. وظلت لغة البادية حتى القرن الثاني الهجري الحجة عند كل اختلاف. يعني علماء اللغة العربية إذا اختلفوا في معنى من المعاني كانوا يذهبون إلى البادية ويستمعون إلى الأعراب، لأنهم أشد فصاحة في اللغة العربية وحافظوا على فساحة هذه اللغة العربية. بينما المدن المتحضرة التي تحضرت وصارت لها حضارة، اختلط الناس بالعجم، فكانت هنالك أخطاء كثيرة. فالعلماء كانوا يذهبون إلى البادية لتقصي الحقائق عن اللغة العربية. وأما سكان الأمصار الإسلامية فقد بدأت صلتهم بلغاتهم الأصلية تضعف شيئا فشيئا، وأخذ بعضهم يتكلم عربية مولدة أي متأثرة باللغات الأم. وقد كانت منطقة الشام أولى المناطق تعربا. ويلاحظ اختلاف لهجات أهل الأمصار في العربية تبعا لاختلاف القبائل العربية الوافدة. ومن هنا كان اختلاف لهجات الكوفة والبصرة والشام والعراق ومصر. لذلك هذه كانت مدارس الكوفة، مدرسة الكوفة والمدرسة البصرية والشامية والعراقية ومصر كانت تختلف، ولكنها كانت لهجات قريبة من اللغة العربية.
وأما التربية والتعليم في هذا العصر الأموي، في هذا العصر الأموي وقع التفاعل الحضاري مع أهل الثقافات والعلوم والمراكز العلمية في البلاد المفتوحة. أي بلد فتحت على أيدي هؤلاء ودخل الإسلام فيها استفادوا من التفاعل الحضاري الموجود في تلك الأمصار التي انضمت إلى الدولة الإسلامية، فنتج تأثيرا متبادل بين المسلمين، وهؤلاء العلماء أثرى المدارك وأغنى الثقافة، فضلا عن وجود رغبة عند العرب في استيعاب التراث العلمي العالمي، مما شكل صرحا مهما للحضارة العربية الإسلامية، وأدى إلى بروز الشخصية العربية الإسلامية التي بادرت إلى تعريب هذه العلوم والانطلاق منها لتأصيل العلوم في ضوء ثوابت المنهجية الإسلامية، أي الفارسية والرومانية. أخذ المسلمون منها ما ينفع لدنياهم، فعربوا هذه العلوم العالمية إلى لغة العربية. وفي هذا العهد الأموي لم تكن العلوم الدينية في حاجة إلى تشجيع الدولة، فالأمة كلها كانت تشتغل بعلوم الدين لقرب هذا العصر أو هذا العهد من العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين. خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ولوجود التابعين وبعد الصحابة في هذا العصر، فكان الاهتمام بالدين كثيرا وليس في حاجة إلى تشجيع الدولة. كلها كانت تشتغل بعلوم الدين قرآنا وسنة على تفاوت في ذلك بين الأفراد بطبيعة الحال. فالإسلام على امتداد العصرين الراشدي والأموي، أي الخلفاء الراشدين والعصر الأموي وبعدهما بمستويات مختلفة، كان قضية كل مسلم، وكان يملك على مجموع الناس إلا قليل نفوسهم ويؤمنون بأنه شرفهم وعزهم ورسالتهم إلى العالم، أي الاهتمام بالعلوم الدينية. وكانت المساجد هي المدارس والجامعات في ذاك الوقت، لم تكن هذه الجامعات التي فصلت عن الدين وعن العقيدة، فكانت المساجد هي لها دور كبير في المجتمع، وهي المدارس وهي تحفيظ للقرآن الكريم. والجامعات، والأستاذ يجلس في المسجد وتلامذته من حوله على شكل دائرة هكذا، فالأستاذ يجلس في المسجد وتلامذته من حوله على شكل دائرة أو حلقة، لذلك في كل مسجد تجد دوائر أو حلقات لطلاب العلم. ويذكر لنا ابن خلكان أن ربيعة الرأي، سموه ربيعة الرأي، كان له رأي مسدد في الدين الإسلامي أو في الفقه الإسلامي. كان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ويأتيه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة، وكانت حلقته وافرة. وكذلك كان مجلس الحسن البصري في مسجد البصرة، وقد يكون في المسجد جملة حلقات تجتمع كل حلقة على شيخ. كما ورد أن عمرو بن عبيد ونفرا معه كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري، ثم اعتزلوا حلقة الحسن البصري وأنشأوا حلقة خاصة بهم. هكذا كانوا يتنافسون في العلم ويجتهدون كل الاجتهاد. وكذلك كان يفعل جعفر الصادق الذي كان في المدينة، وكذلك الناس في الأمصار الأخرى كانوا يتخذون المساجد ومدارس يتعلمون فيها العلوم المختلفة. ونرى فيها في زماننا هذا هجران المساجد وعدم نهضته وعدم مواكبته للمجتمع، حيث أصبح فقط للصلاة ثم بعد ذلك يغلق وهكذا. ولكن في ذاك العصر أو العصور الإسلامية
للمسجد كان دور كبير في نشر الإسلام ونشر العلوم الإسلامية. وفي العصر الأموي عصر التابعين وتابعيهم دخلت بلاد الروم وبلاد فارس وغيرها في الإسلام، وهي لها حضارات، مما أبرز الحاجة إلى تشريع قادر على تكييف الوقائع الجديدة تكييفا إسلاميا قائما على الكتاب والسنة، فكثر التدوين هو الكتابة، وزمان كانوا يحفظونه على السطر، ولكن خاف الناس بموت العلماء أو موت الحفاظ، فكانوا يدونون هذا العلم في وسائل الكتابة. ويذكر ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان أن وهب بن منبه ألف في ترجمة الملوك من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم، ولعله يقصد كتاب التيجان لوهب ابن منبه، يعني هذا الكتاب تاريخ، كانوا يهتمون بتواريخ الأمم السابقة أو الغابرة. وكذلك يذكر أن هشام بن عروة بن الزبير قال: أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت له، فكان يقول لي بعد ذلك: لأن تكون عندي أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي. ويقول ابن خلكان أيضا إن ابن شهاب الزهري كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. هكذا العلماء كان يهتمون بعلمهم ويحفظونها حتى لا تضيع. ومن المعروف أن الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية كتب رسائل في الكيمياء وغيرها، وقد أدى تطور العلوم وتشبعها واتساع دائرتها خلال العصر الأموي ثم العصر العباسي، إلى ظهور تقسيم العلوم إلى قسمين: يطلق على الأول العلوم النقلية أو الشرعية، وهي تضم علوم الحديث والتفسير، يعني كان ينقسم العلوم عندهم إلى علوم دينية ودنيوية، أو يسمونه العلم الثاني يسموه علوم المعاش أو العلوم العقلية أو علوم الأوائل، وتشمل علوم التاريخ والجغرافيا والرياضيات والفلك والإرصاد وعلوم الحيوان والنبات والأرض والكيمياء والطب والصيدلة وغيرها، وهي علوم اعتمدت على الرعاية الإسلامية لعلوم الآفاق وعلوم الإنسان، لكنها استفادت من التراث الإنساني كله وأضافت إليه وأبدعت فيه. هكذا كانوا يهتمون بهذا العلم ويجيدونه. ولو أردنا أن نرجع إلى هذه المؤلفات لا نستطيع حصرها لكثرتها في ذلك العصر، فكانوا يجتهدون في العلم وتدوينه ونشره. ومع هذا التصنيف الذي يميل إلى تشجيع التخصص في العلوم تطورت المنهجية العلمية في كل العلوم، كل واحد كان يتخصص في علمه، هذا في الفقه، هذا في الحديث، هذا في اللغة، هذا في الأدب، هذا في الشعر، هكذا كانوا. ولكن كل عالم كان يحيط ببعض هذه العلوم، لكنه كان متخصصا في منهجه، ولا سيما في علوم المعاش، فظهرت عالمة العلم وإنسانيته كما تجلت لدى جابر بن حيان والرازي والجاحظ وغيرهم، وأصبحت الحقيقة الموضوعية هدفا للباحثين، وهي الحقيقة التي تتجلى في القول الشائع: الحق في مقابل الباطل، والعدل مقابل الهوى والتعصب. إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي
بأنك منطقي وبياني. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. عربي